طالعين من رمضان ومسلسلات رمضان ونزل كام فيلم كده شفتهم حابب اتكلم عنهم النهارده. بس ما شفتش افلام كتير، هما تقريبا 3 افلام بس، ودي من اقل السنين اللي انا شفت فيها افلام. يعني كل عيد بشوف فيها 4 افلام 5 افلام 6. لا انا العيد ده شفت كام فيلم بس، لاننا كنا طالعين من مسلسلات رمضان. وعلى فكره عملنا تغطيه لمعظم مسلسلات رمضان، لو ما شفتهاش ارجع شوفها. واول فيلم اتفرجت عليه هو فاصل من اللحظات اللذيذه، من بطوله هشام ماجد وهنا الزاهد. وتحس ان هشام ماجد كده عايز يعلي على نفسه، يعني عامل مسلسل اشغال شقه وبيعمل فيلم وكوميدي. تحس ان هشام ماجد طالع من كاس العالم داخل على اليورو، عايز يحقق نجاحات في اسرع وقت. بس هل هشام ماجد هيعرف يعمل ده؟ لان بالنسبه لي مسلسل اشغال شقه واحد من احلى المسلسلات اللي انا شفتها السنه دي، وبالنسبه لي ده احلى مسلسل كوميدي انا شفته في رمضان السنه دي. والسنه دي كان في مسلسلات كوميدي كتير زي بابا جه والكبير قوي، وكان في مسلسلات كتير يعني، بس اشغال شقه هو اللي لفت نظري. وعشان ما نروحش بعيد خلينا نتكلم عن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه. والفيلم ده بيتكلم عن 2 متجوزين بيلاقوا بوابه زمنيه، والبوابه دي بتوديك لكون موازي. فكره غريبه وجديده، بس هل اتعملت حلو ولا لا؟ بس هل الفكره دي فكره جديده ولا هيبقى زي فيلم تاج بتاع تامر حسني، اول سوبر هيرو مصري وبتاع وضجه وفي الاخر الفيلم طلع اي كلام؟ اظن الحاجه الوحيده اللي بيشترك فيها الفيلم ده مع فيلم تاج هو السي جي اي والمؤثرات البصريه والجرافيك عموما، كان فعلا رديء في الفيلم ده. بس الفيلم ده فيه شويه ايجابيات حلوه. وكمان لما نتكلم عن الافلام الثانيه، لا الفيلم ده يعتبر من احلى افلام العيد السنه دي. والفيلم ده احلى حاجه فيه هي الكوميديا، سواء من هشام ماجد سواء من هنا الزاهد. هنا الزاهد عامله دور حلو جدا، او حتى محمد ثروت برضه بيدي نكهه كده لاي فيلم هو فيه. هو ليه طريقه معينه والناس بتحبه بيها. في نظريه علميه قديمه بتقول ان الكون بتاعنا ده في زيه اكوان مواسيه، في نسخ مننا عايشه فيه بس مش هزق لمراته وابنه زيه. وما اقدرش اقول ان الفيلم ده فيه عيوب كتير. الفيلم كوميدي، بس مش هتحس بصريخ ضحك وده بيزعق وده بيكهكه وراك وده مش عارف ايه في السينما. لا الفيلم كوميديا الموقف، يعني هتضحك شويه هتتفرج شويه، يعني ما اقدرش اقول ان دي عيوب. بس الفيلم عموما كويس جدا عجبني. فيلم فاصل من اللحظات اللذيذه، فيلم عائلي، فيلم كويس، خروجه حلوه تقدر تروح تاكل شويه فشار وانت بتتفرج عليه في السينما، سواء مع مراتك خطيبتك اهلك ولادك. لا فيلم كوميدي حلو جدا. لو شفته قول رايك في الكومنتات، ولو انت لسه ما شفتوش انا بنصحك بيه. والفيلم الثاني معانا هو فيلم شقه، بطوله امينه خليل ومحمد ممدوح وعمرو يوسف ويسرا. والفيلم باختصار بيتكلم عن 2 حراميه بيقعوا في مشكله معينه مع شخص معين، وبيحاولوا ينجحوا فيها او يعالجوها عشان ما يدخلوش في مشاكل اكبر من حجمهم. بالنسبه للتمثيل ما اقدرش اقول ان التمثيل كان فيه مشكله، سواء محمد ممدوح او عمرو يوسف او امينه او حتى يسرا. بس حته ان امينه خليل طالعه رقاصه ويسرا طالعه زعيمه عصابه والكلام ده ما اعرفش، حاسس انها حاجه غريبه عليا. ما اعرفش انتوا تقبلتوا الموضوع ولا لا، بس لا انا شفت الموضوع ده غريب شويه. بس هل كانوا حلوين وحشين؟ لا كانوا حلوين جدا، يمشي حالهم يعني في الفيلم ده. والاكشن بالنسبه لي كان حلو جدا. ما اقدرش اقول لك انك شفت الاكشن ده كتير، بس تحسه قلب على اولاد رزق الغلابه كده. بس هو اكشن كويس يعني، مش كام بوكس وكام كرسي بيتكسروا، لا الاكشن ده متعوب عليه وعجبني جدا في الفيلم ده بصراحه. انا مش هفرضك صح. وبالنسبه لي من عيوب الفيلم هي النهايه. انا ما اعرفش هو جاب النهايه دي ازاي، يعني انت اللي ركب النهايه دي على الفيلم ما اعرفش ركبها ازاي. نهايه غريبه ومش لاقي كده على احداث الفيلم. ولو هتعمل جزء تاني، هل الجزء ده نجح مثلا عشان تقول انا هعمل جزء تاني؟ حاجه غريبه برضو من صناع الفيلم ده. افلام مصريه كتير بيتعمل لها جزء تاني، بس هل الفيلم ده يستحق انك تعمل له جزء تاني؟ وشوف نجاح الفيلم علم مع الناس ونجح، اعمل جزء تاني تالت، سيب النهايه مفتوحه، مش تقول لي انا هعمل جزء تاني. فيلم شقه فيلم درامي اكشن مع شويه كوميديا. ما اقدرش اقول لك انك هتشوف اخطر فيلم في العالم ولا فيلم مثلا ما يتشافش، لا هو فيلم اكشن بيزك. يعني هتلاقي القصه دي شفتها قبل كده في افلام سواء عربي سواء اجنبي، يعني قصه هتصيغها كده وانت بتتفرج عليه. لو شفته قول رايك في الكومنتات، ولو انت لسه ما شفتوش روح شوفه، خروجه حلوه وفيلم اكشن لذيذ. والفيلم الثالث معانا هو فيلم على الماشي من بطوله علي ربيع. لا بس كده هو فيلم على الماشي بس، لا بقى مش عايز اتكلم فيه في حاجه بصراحه، هو فيلم على الماشي وبس كده. لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك سبسكرايب. ولو عايز تابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام.